دقيقة السميد البسبوسة انا قلبته، بس انا مش عملت الطريقة من اولها، هكتبها لكم في التعليق. عبارة عن كوباية سكر كرملتها وحطيتها، بعد ما كرملت حطيت عليها الزبدة ومعلقة سمنة، وحطيت عليها كوباية مية، كوباية الا ربع مية، لان حطيت على الكراميل ربع كوباية مية عشان يتكرمل بس كده. واول ما تكرمل ده نزلت سميد البسبوسة 3 كوبايات مع كوباية جوز الهند بس، وقلبتها لغاية ما، مش هنقلبها كتير عشان مش تنشف مننا وانت بتقطعيها هتبقى ناشفة. اول ما تلاقي الدقيق شرب الخليط خلاص ترفعي ايدك. يلا ننزلها بقى في الصينية. انا حطيتها في الصينية اهي، وهنقطعها كده ده هي بينها وبين اخواتها وفاكره حاجات كل مره تقول لي عليها اسماء كده. وفيفي. ما انا قلت لها انت مش فاك انت يا بنتي تبدا تقول لي انا لا انا واحده في الاردن. ده راجل في الاردن ده قال عليه انت ملاك، ده مره في الاردن قالت عليه انت مالك وجه الكلام ده. طب ما احنا مش عايزين ملاك. احنا طلعناها اهي من دقيقة السميد البسبوسة انا قلبته، بس انا مش عملت الطريقة من اولها، هكتبها لكم في التعليق. عبارة عن كوباية سكر كرملتها وحطيتها، بعد ما كرملت حطيت عليها الزبدة ومعلقة سمنة، وحطيت عليها كوباية مية، كوباية الا ربع مية، لان حطيت على الكراميل ربع كوباية مية عشان يتكرمل بس كده. واول ما تكرمل ده نزلت سميد البسبوسة 3 كوبايات مع كوباية جوز الهند بس، وقلبتها لغاية ما، مش هنقلبها كتير عشان مش تنشف مننا وانت بتقطعيها هتبقى ناشفة. اول ما تلاقي الدقيق شرب الخليط خلاص ترفعي ايدك. يلا ننزلها بقى في الصينية. انا حطيتها في الصينية اهي، وهنقطعها كده ده هي بينها وبين اخواتها وفاكره حاجات كل مره تقول لي عليها اسماء كده. وفيفي. ما انا قلت لها انت مش فاك انت يا بنتي تبدا تقول لي انا لا انا واحده في الاردن. ده راجل في الاردن ده قال عليه انت ملاك، ده مره في الاردن قالت عليه انت مالك وجه الكلام ده. طب ما احنا مش عايزين ملاك. دخلها بقى الفرن. بسم الله. احنا طلعناها اهي من
من جوه، جميلة جدا.